طيب انا مش هكبر الموضوع زي زمان واجيب حاجه كبيره كده، ولكن معايا حاجه اصغر من كده بكتير. بص، هو برضه انت عارف الدنيا اتغيرت، فصندوق كبير بقى صندوق صغير. تمام، اتفضل. ماشي. هتلاقي هنا بقى مهارات التدريب، عشان نروح الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي ناخدهم معانا في رحله اللي هو ايه، احنا واحده كده قلنا ايه هو التدريب، واحده قلنا يعني المايند سيت بتاع الراجل اللي بيدرب ده ايه. تعال بقى نشوف المهارات بتاعته. فانا هنا هتلاقي المهارات دي قول لنا ترتيبهم الصح. يعني انا لو انا عندي المهارات دي مثلا قدامي كده وانا لسه ببدا، اتعلم ايه بقى الاول؟ حلو السؤال ده. يعني نبص كده، انا معايا public speaking, communication skills, storytelling، يعني كلها مهارات مهمة. problem solving, creativity. طيب احنا معانا 5 مهارات مش كده؟ ماشي. طبعا اول حاجة، وانا بشوف ان دي لاي بني ادم بقى، اي كائن حي، communication skills. يعني حضرتك لازم يكون عندك communication skills، دي اول حاجة عشان تعرف تتعامل مع بشر اصلا. تمام. دي مهمة قوي. يليها البروبلم سولفنج، يعني لازم يبقى عندك. اصل خلي بالك من حاجة، انت طول ما انت يعني في مهنة التدريب دي بتتعرض لمشاكل كتيرة جدا. تمام. ممكن مشكلة تحصل في اللوجيستكس نفسها وانت قاعد، مشكلة كهرباء، مشكلة نور، مشكلة تكييف. على فكرة موضوع التكييف ده مهم، يعني التكييف ده مثلا من الحاجات اللي بتسبب مشكلة في قاعة تدريبية، ولو ما اتظبطتش الناس بتبقى مش مبسوطة وهي قاعدة. انا فاكر لما كنت بدرب الناس ازاي يبقوا مدربين في الحتة دي، كنت بقول لهم اللابتوب بقى نفسه ده حوار كبير جدا. يعني طبعًا مثلا انت معاك لابتوب ومعاك يو اس بي مودم مثلا علشان يبقى عليه الحاجه، ومعاك الباوربوينت على الكلاود اونلاين. ولو مفيش كل حاجه تكون اصلا مذاكر، عشان لو الكهرباء قطع ولا مفيش اصلا باوربوينت داتا تعرف تكمل. يعني لازم تكون دي شاربها. بالظبط. بص، كل دي تحديات ممكن تقابلها. واعرف واحد مثلا فتح اللابتوب جديد وزي الفل، سبحان الله، هو بس كده حطه في المشترك في نفس وقتها ضرب. طب يعمل ايه؟ يعتذر ويمشي ولا يكون مذاكر ومحضر؟ يعني بص، هي حته البروبلم سولفينج دي انت لازم عندك بلان بي ديفينتلي. يعني انا قبل اي محاضره هتلاقي الماده العلميه برفعها على درايف، بحيث ان لو قدر الله حصل اي حاجه الماده العلميه موجوده على الدرايف، اي لابتوب موجود اشتغل عليه. ودي حصلت مره قبل كده، بس ما كانش بسبب ان اللابتوب حصل له حاجه، كان الشارجر نسيته فما اشتغلش. أيوه. فاشتغلت عليه والحمد لله الدنيا مشيت بشكل كويس قوي. فالبروبلم سولفنج مهم جدا. حلو. بعد بقى البروبلم سولفنج طبعا البابليك سبيكينج مهم قوي. مهم انك انت تعرف تتكلم قدام الناس، تشد الناس، تفهم الباك جراوند بتاعت الناس، الناس دي جايه ليه، عايزين يسمعوا ايه. فدي حته مهمه قوي قوي قوي، حته البابليك سبيكينج، انك انت قادر انك انت تتكلم وتجذب الانتباه. الستوري تيلينج مهم قوي قوي. الناس بتحب القصص، وعلى فكره دي مش بس مرتبطه بثقافه، هي مرتبطه باي ثقافه في الدنيا. الناس بتحب القصص. انا عندي دايما تكنيك ان انا الحمد لله انا عندي قصص كتيره، لو ما عنديش قصه تخص الحاجه دي تلاقيني بدور على قصه احكيها. فدايما بحب احكي قصص، وبحكي قصه مرتبطه بالحته اللي انا بتكلم فيها عشان الناس تربط الموضوع ببعضه. تمام. الكرياتيفيتي، يعني انا حطيت الكرياتيفيتي في الاخر مش عشان هي مش مهمه، تمام، بس عشان اللي فاتوا دول كلهم دي اساسيات. دي اساسيات. الكرياتيفيتي حته الابداع دي اللي تخليك بقى ايه، تنط قدام قوي. يعني لو انت عندك كل دول تعرف تبقى محاضر محترم جدا وشاطر جدا. الكرياتيفيتي دي بقى هي اللي تفرق من شخص لشخص تاني. كرياتيفيتي في الاداء، كرياتيفيتي في الاكتيفيتيز اللي انت بتجمع بيها الناس عشان يشتغلوها، كرياتيفيتي في الرد على الاسئله. فطبعا دي مهمه قوي، دي برضو مهمه قوي. حلو. طب تحب تزود حاجه على الاوردر؟ نزود حاجه على الاوردر. ايموشنال انتليجنس. الله. يعني الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي.
انا مش قادر اقول لك الذكاء العاطفي ده قد ايه مهاره مهمه، ابتدوا دلوقتي فعلا ناس كتيره تهتم بيها. وفي ناس محترمين جدا جدا واعرفهم بصفه شخصيه مهتمين قوي بموضوع الايموشن انتليجنس وابتدوا يتكلموا فيه بشكل كبير. بجد الايموشن انتليجنس ده اللي يفهمه هيعرف يتعامل في حياته، مش بس كمدرب، في اي حاجه هيعرف يتعامل بشكل احسن بكتير.